ماتوا عليه الرجاله، ماتوا عليه والدينا جدودنا. سمعتوا به والدينا. ها حقنا حنايا، حقنا وراحنا. خاف ربي بالشعب، خاف ربي بالشعب مسائل. الوالد راه غير يزال، خاف ربي بالشعب. هذه بلادنا، هذه بلاد هذه. ها شوف هاو شوف فينا. اللي جا دار راه يتيم هذا وعندها كذا يعني. في البلاد خلينا نروحوا نهاجروا. صاي انا كره. لا اله الا الله. والله ماني قاعدها. اوروبا عيدت. ايوا سيدي، من بعد ما خرج المواطن الجزائري واحتفل بخساره المغرب وفوز السنغال بلقب كاس افريقيا، غير باش نشرح لكم واحد الحاجه الاخوان، راه النظام الجزائري والمواطن الجزائري ما خرجوش يحتفلوا بفوز السنغال. كنت لعب الفينال ما بين السنغال وشي فرقه اخرى ولا شي منتخب اخر، ما غاديش يخرجوا يحتفلوا بديك الطريقه، ولكن حيت خسر المغرب وهما خرجوا احتفالا بخساره المغرب والمخزن كيف كيقولوا هما. وهذا الشيء بطبيعه الحال راه شفناه في الاعلام الرسمي ديالهم. الاعلام الرسمي ديالهم كاتبين بالبند العريض: خروج الجزائريين للاحتفال بخساره المخزن، يعني ماشي بفوز السنغال. فكيف قلت لكم الاخوان، من بعد ما احتفلوا دازت واحد 48 ساعه عندهم سعيده، كيرجع المواطن الجزائري للحياه ديالو اليوميه والواقع ديالو المر اللي ما كنشوفوش في الاعلام الرسمي بطبيعه الحال، واللي ما كيهضرش عليه قنوات ديال الزيغو. اجيو تشوفوا الحقيقه المره. هذا راه الوالي ديال ولايه، وقيله ولايه غليزان، جا لعند دوك الناس اللي محتجين. انا اللي كيسطيني في الجزائريين وفي الاعلام الجزائري وكيقول لك السكنه باطل وتريسيتي باطل، كلشي باطل. شوف اصاحبي الناس فين ساكنين، فين هي السكنه باطل؟ بلاد الغاز والبترول. وشوف الناس فين ساكنين. بنادم صاحبي حفيان وسط الغيس. والله الاخوان انا ما كنتشفى، ولكن هادشي خصو يتبارطاجا. علاش؟ حيت كنشوفوا الهجوم ديال الاعلام الجزائري على اي حاجه بسيطه كتكون في المغرب. هما ملهيين بالمغرب، احنا غنتلهاو بهم ساهله. اقسم بالله الاخوان الا تفرجت في واحد اللايف ديال واحد السيد من وسط هاد الناس هادو، الا كيقول لك ان هاد الناس ساكنين في هاد الديور من بعد ما كان الار بين قوسين في الجزائر راه اكثر من 40 عام، والناس ساكنين هنا وما ما لقاوش ليهم البديل. يتعاملوا كاع كيما حافظنا شكاين خويا، ها بالغرسيستو والمائيستو شكاينين اخيك. كاين القبينه وصاي كرك ديال الملك. لا صاحبي خرج طبق الماء، خرج شويه من الدار. شي خرجتها؟ فاني الماء راه يخرج من تحت الارض. قال لي الماء كيخرج من تحت الارض. حنا شفناهم كيفاش تشمتوا في داكشي اللي طرا في اسفي، وبالرغم من ان داكشي اللي طرا في اسفي راه واد هرب على الطريق ديالو، يعني لقى الطريق ديالو. كيتحملوا المسؤولين واحد الجزء من المسؤوليه بطبيعه الحال، حنا ما كنكروش هذا الشيء، ولكن راه ماشي الزيكو هو الواد الحار. حنا راه غير واد هابط من الجبال اللي جيت اسفي ولا دوك المناطق اللي عاليه، وهبط وداز ما لقاش الطريق ديالو، داز على الناس وسط الحوانت ومات، ودوك الناس الله يرحمهم.
فهنايا راه الناس وسط الزيكو هو القوادس الواد الحار، هو راه ما واد ديز عليهم مواد الواد الحار تفرقع. والله المرة يكون تحت الارض حسب رانا دايرين بوانا في الديار عم يخرجوا منها غليزان واتفا حي سطال سكن فوضوي بارطاج خاوتي السكن الفوضوي هو السكن العشوائي. بارطاج رانا اكثر من غزة. قال لي رانا اكثر من غزة. اللهم لا شماتة. على كيماك على على كيماك على النساء راهم يقيسوا في رواحهم في الويدان على حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الاخوان شوفوا هاد التريسيتي هذا الضوء الى واحد من الناس اللي دايرين هاد الفيديوهات هادو قال لك الا ما ماتش في العام كيموتوا 4-5 الناس في هاد الضواء وهادو ديال التريسيتي. شوف التريسيتي كيفاش دايزه. حسبنا الله ونعم الوكيل خاوتي. على كيماك على كيماك على بارطاج خاوتي بارطاج. تما ما كلاش ولا وزيد ما تخلينيش نتحرك على انا نيت بلاي ستيشن انا حسبنا الله ونعم الوكيل. حقارين حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوا الاخوان هاد الشيء خصو يتبارطاجا بطبيعه الحال باش الاعلام ديالهم ديك الخدمه اللي ما دايرش وما كينشرش بحال هاد الفيديوهات وهادشي اللي واقع في الولايه ديال غليزان غادي نشروه حنايا بطبيعه الحال. فهذا هو الواقع ديال الجزائري المر من بعد ما خرج احتفل وتشفى في المغرب حيتاش خسر واحد الفينال في كاس افريقيا اللي ما وصلوش ليهم بطبيعه الحال.